حبس واحد الدقيقه، تخيل معايا دري مغربي تولد في حومه قديمه في فنيدق، بدا بصباط مقطع وغادي يرجع واحد النهار هو الملك المضيق جبل طارق. الدري اللي ركع المافيات الكوكايين ديال كولومبيا وخلع الاجهزه المخابرات في المغرب واسبانيا. هذا الشخص ما كانش كيهرب من البوليس، كان كيدخل لسبته محتله محمي بحراس كيهزوا الشاشات عين بين. ولكن الصدمه الكبيره نهار قرر يهرب من السجن القنيطره المرعب، ما حفرش النفاق بحال اللي داروا في بحالو في العالم، وما ضرب حتى قرطاسه، خرج من الباب بحال شي وزير. واش فعل هرب ولا هادشي كامل كان غير بلان مخدوم ومغطي بالمليارات الصحيحه؟ دير كاسه تاي وركز معايا مزيان، ولا قلبك ضعيف غير خاف على راسك. معكم قناه بلانات وقصص، بلاصه فين كنجبدوا الاسرار الكحله والبلانات اللي ممور الستار. قبل ما ندخلوا لوسط الطرطاش وقراصينا، هبط دابا دير لايك، تابونا في القناه وفعل الجرس، حيت هاد الحلقه حاميه بزاف وغادي تزعزع عليك داكشي اللي في دماغك. اليوم غنفكوا الخيوط المخفيه للامبراطور النيني، واخا تكون سامع بهاد السميه، التفاصيل والتحقيقات السريه والمطاردات الهوليوديه اللي غتسمعها اليوم حصريا غتخليك مصدوم ومغمض عينيك من كثره الاثاره. وكما كنقول لكم ديما ما تصدقش كاع داكشي اللي داير بيه. البدايه غتبدا من واحد الليله كحله في غوشت سنه 2007، سجن القنيطره المركزي زنزانه رقم 8. مع 3 ديال الليل الحارس كيدير جوله ديالو، كيوصل للزنزانات ديال اخطر البارون المخدرات في المغرب محمد الطيبي الوزاني الملقب بالنيني. فاش كيطل من الشرجم يعني كيتزيروا بالخلعه. البيت خاوي، ولكن الصدمه الحقيقيه ماشي هنا. هاد البيت ما كيشبهش الحبس، هادي فيلا في وسط الحبس، تلفازه بلازما 50 بوز، مكيف هوائي شغال، تليفونات كيدوزو بهم الصفقات بالملايين دولارات في البحر، ثلاجه عامره بافخر انواع الماكله اللي كتجي ديليفري من المطاعم، اطفال ما مهرسينش، السلك ديال الصور ما مقطوعش، وكلاب الحراسه ما نبحاش. كيفاش لشخص محكوم ب 8 سنين في السجن النافذه يقدر يتبخر في الهواء بحال الضباب ولا ما يخلي وراه حتى اثار؟ من هنا غتبدا قصه الصعوبات المرعب والدموي للنيني. النيني كبر في المفنيطق، حتى السك ديال السبته محتله، كان كيشوف الملايير كدوز قدام عينيه، التهريب والناس كدير الفيلات وهو كيموت بالجوع. هاد التناقض ولد فيه وحش باغي يسيطر على كلشي. الضرب فونطوم الزورق السريع فيه 4 المواطن. النيني ما كانش كيسوق عادي، كان كيطير فوق الموج. شجاعته كانت كتوصل لدرجه الانتحار. فاش كان جندارم ديال البحر او الحرس المدني الاسباني كيطاردوه، كان كيدير مناورات خطيره كتقلب الباطوات ديالو، وفي شحال من مره تسبب في الموت ديال البوليس الاسبانيون حيت داز فوق منهم بزوارق السريع ديالو. في طرف 5 سنين منين رجع هو رقم 1، ولا كيتلاقى مع كبار الكاريالات كولومبيا في اليخوت ديالو الفاخره في المضيق جبل طارق. كان كيدخل اكثر من 50 طن ديال الحشيش في العام الاوروبي، وفلوس بقات كتدخل عليه بشكايه لدرجه ما بقاش عارف شحال عنده. ولكن واش كتظن بلي هاد القوه كامله جات غير حيت هو شجاع؟ لا يا صديقي، الرشوه كانت كتوصل للملايين. الجواب غيكون صدمه، ولكن صبر معايا شويه. هنا بغيت نسولكم سؤال واعر بزاف، هبط دابا للتعليقات وجاوبني. لو كنتي في بلاصتو عايش في تحت ولقيتي طريقه سهله للملايير ولكن فيها الدم والخطر، واش غتغامر بحياتك وتدخل ليها ولا غتفضل تعيش فقير وراسك مفور؟ هبط جاوبني دابا. 2003 البوليس الاسباني دار معاه بلان كحل، شد النيني في عمليه امنيه معقده في سبته، وتسلم للمغرب وتدوز للمحكمه وتحكم 8 سنين. هنا المافيا سحاب لهم باللي النيني مات وسالت الامبراطوريه ديالو، ولكن الصدمه هي باللي النيني رجع هو مول الحبس في قنيطره. كبار المسؤولين ديال السجن رجعوا خدامين عنده، كان كينظم حفلات داخل الزنزانه وكيسير العمليات الشحن المخدرات في البحر غير بالتليفون بحال جالس معاهم في المكتب. ونهار قرر يهرب في 2007 الصفقه كانت واجده، ورثته وصلت للمليار و200 مليون سنتيم توزعت على الحراس والمسؤولين الكبار. نيني خرج من الباب الرئيسي، ركب في المرسيدس كحله كانت كتسناه، مشى نيشان الشواطئ الشمال فين كان كيتسنى فونطوم طار به نيشان السبته المحتله، وتماك دار عمليه تجميل الوجه وبدل البصمات وخرج لهم بجواز سفر مزور بسميه جديده، ورجع كيسير المافيا عين بين، والبوليس كيشوفوه وما قادرين يديروا ليه والو حيت القانون الاسباني حاميه بهويه جديده. ولكن كما كنقول لكم ديما، عمر الحرام ما كيدوم، واللي كيعيش بالقرطاس كيموت به. الفرشه غتكون نهار 3 أغسطس 2014. نيني كان في يخت ديالو فاخر في مارينا سمير المضيق، ما كانش عارف باللي التكنولوجيا ديال جي بي اس وتتبع المكالمات السلكيه تفوقات عليه هاد المره. بارون المخدرات المنافس والدموي بزاف كان حالف يصفيها ليه باش ياخذ بلاصه ديالو في البحر. فجاه في وسط الهدوء البحر كيبانوا 3 ديال الفونطومات كحلين كيجريو بسرعه خياليه وكيحاصروا اليخت ديال نيني. ذات المطارده المرعبه تضرب فيها الرصاص من رشاشات الكلاشيكوف. اليخت ديالو ديال نيني صباح كله قرطاس. البوليس المغربي تحرك دغيا مور البلاغات ديال الساكنين اللي سمعوا قرطاس في البحر.
واش وصلات الهليكوبتر الجندار والزوارق ديال الانقاذ لقاو اليخت ديال نينيك واقف في وسط الماء كله تقابي ديال الرصاص والدم السيد في كل قناه في الحصيره ديال اليخت، ولكن الجثه ما كايناش. والشرطه العلميه بدات تحليل الدي ان اي للدم اللي لقاوه واكدت باللي الدم كيرجع فعلا لمحمد الطيب الوزاني النيني، ولكن اللغز الصادم فين هي الجثه؟ واش المافيا تخلصات منه ورماوه في البحر باش تاكلوا الحوت، ولا هذيك المطارده والدم كانوا غير مسرحيه ذكيه ومخطط لها باش النيني يموت في الاوراق ويختفي للابد في شي دوله ديال الميريكان اللاتينيه بالميراث ديالو. العبره من هذه القصه كامله النهايه ديال هاد الطريق ديما كتكون كحله، لان واخا دار الملايير وعاش الرفاهيه وسيطر على البحر، عاش حياته كامله هارب وخايف من الغدر صحابه قبل من البوليس، ومات ولا اختفى بطريقه وحشيه بلا ما يخليه وراه حتى قبر تترحم عليه العائله ديالو. فلوس الحرام كتمشي في الحرام وكديموا لها الهويه. لحدود الساعه الملف ديال نيني باقي من اكبر الاسرار الغامضه في المغرب واسبانيا. واش فعلا مات ديك الليله ديال غشت 2014 ولا راه جالس دابا فشي جزيره بعيده كيضحك وكيشوف هذا الفيديو؟ هذا اللغز غيبقى ديما معلق في التاريخ ديال الجريمه. الا عجبك هذا البلان المشوق ومليء بالاكشن دخلوا دابا تفرجوا في هذا الفيديو اللي كيبان لكم في الشاشه، فيه قصه اخرى ديال بارون اكبر من نيني. هذا المغرب كامل بالبنات ديالو. كان معكم قناه بنانات وقصص، تهلاو ونشوفكم في الفيديو الجاي.